هاكونا ماتاتا. ارمي المرء اللي يغيظ. سنة 1994 طلع للنور واحد من إن لم يكن أعظم فيلم كرتون في التاريخ، الأسد الملك. قصته العظيمة وشخصياته والانيميشن الرائع بتاعه هو اللي خلاه عظيم بجد، وايقونة وتجربة عمرك ما هتنساها ابدا، وهتفضل معلقة معاك عمرك كله. واحدة بقى من الشخصيات اللي نجحت مع الناس جدا في الفيلم ده هم نمس وخنزير بري، صحاب جدا اسمهم تيمون وبومبا. طبعا كانوا هم في الفيلم دورهم صغير، لكن اعطى نبرة كوميدية جميلة جدا للفيلم، عشان بعد النجاح الضخم ونجاح تيمون وبومبا والفيلم يعني وقتها كسر الدنيا بشكل فظيع، بسنة واحدة يتعمل لهم مسلسل باسمهم وينزل منه مواسم كتير وينجح ويكسر الدنيا. فيديو النهاردة هيتكلم عن مسلسل تيمون وبومبا انتاج سنة 95 وقصته وايه كانت اسباب نجاحه عندنا. بس قبل ما ابدأ، لو وراك صلاة واي حاجة مهمة روح خلصها الاول وتعالى اتفرج على الفيديو، كده كده مش هيطير. ويلا بقى ندخل في الموضوع. مسلسل تيمون وبومبا بدأ عرضه في أمريكا من سبتمبر 95 لنوفمبر 98، واتعرض بالعربي لأول مرة على قناة ديزني بالعربية من سنة 97 ل 2001. بس دي معلومات مش مهمة غالبا، لانك اكيد وانت صغير لقيته عندك على الكمبيوتر متحمل، بس برضه من باب العلم بالشيء. المسلسل 3 مواسم وعدد حلقاته 85 حلقة، وغالبا الحلقة الواحدة بيكون فيها حلقتين، يعني زي كده نظام بطريق مدغشقر اللي هو مثلا بيبقى تلت ساعة واول 10 دقايق حلقة وتاني 10 دقايق حلقة، بس الاتنين حلقة واحدة. الحلقات كان اغلبها تيمون وبومبا حول العالم، بيروحوا اماكن وبلدان مختلفة ويعملوا قصص كتير. مش شرط يكون حبكة الحلقة الاصلية ليها علاقة قوي بالمكان اللي هم فيه، لكن دايما كانوا بيتحركوا كتير. زي مثلا الحلقة اللي راحوا فيها اسبانيا ولعبوا فيها مصارعة تيران وبومبا تنكر ان هو تور، وبرضه الحلقة اللي راحوا فيها روسيا وقابلوا هناك عم بومبا اللي هو بوريس ده اللي هو كان رقاص باليه باين. الشخصيات الرئيسية بتاعت المسلسل طبعا من الفيلم تيمون وبومبا ورافيكي وسيمبا واللي هم الضباع بتوع سكار وزازو، وحتى سيمبا ظهر حلقة. وطبعا الشخصية الجديدة اللي اتضافت في المسلسل ده هو كوين، واللي هو الشرير الرئيسي بتاع المسلسل، وكل شوية تلاقيه بدور، واللي دايما موجود في كل حلقة بشكل. وطبعا في شخصيات جانبية تانية، لكن انا بكلمك عن الرئيسي بس اللي هو الاهم. طيب بقى ندخل دلوقتي على المميزات والعيوب بتاعت المسلسل. اكيد هنبدأ بالمميزات، واول حاجة هنتكلم عنها لو هنقول ايه الحاجة اللي خلت المسلسل ده مشهور وجامد جدا، اكيد الدبلجة العظيمة اللي اتعملت للمسلسل ده، واللي طبعا رفعته بشكل كبير وكان دمها خفيف ومناسبة جدا لاجواء المسلسل. طبعا اللي عملها استوديو ايكو ساوند، واللي كتب اغلب الدبلجة بتاعت المسلسل عبد الرحمن شوقي الله يرحمه، وطبعا هو اللي كتب لاين كينج، عشان كده هتلاقي الكتابة حاضرة بشكل جميل جدا في الكلام نفسه، وتحس ان هو ده الاصل بتاعه، يعني مش جايبين كلام انجليزي ومترجمينه على عكس اغلب الدبلجات. تيمون طبعا كان عامله محمد هنيدي، بس بعد كده اتغير وبقى علاء مرسي في المواسم الاخيره. بصراحه انا ما حبيتش علاء مرسي في الدور، محمد هنيدي كان احسن. وبومبا سامي صلاح الله يرحمه، ورفيقي مؤمن البرديسي، وسيمبا هشام نور، وزازو عادل خلف، بنزاي اللي هو الضبع سامي عبد الحليم، وشينزي اللي هي الضبع برضو سلوى محمد علي. يعني هم نفس الناس بتاعت الفيلم، بس الاضافه الى كوينت يعني. طبعا الكاست كان عامل شغل عالي قوي في الفيلم، فاكيد هيعمل شغل عالي جدا لما يكون ليهم مسلسل بتاعهم. لكن شخصيتي المفضله بصراحه في المسلسل ده هو كوينت كان جامد قوي. المسلسل بالمناسبه ما كانش واخد نفسه بجديه تماما، وكان هزلي واهبل واهطل جدا زي بطريق مدغشقر بالظبط، وعشان كده الاتنين دول جامدين قوي. هي فكرته ان هو هدفه الاساسي ان هو يضحكك وخلاص، مفيش قصه مفيش منطق، كله هنا وهناك. وطبعا مش كانون للاحداث بتاعت لاين كينج الاولاني، يعني لان كل حاجه فيه خياليه زياده عن اللزوم، او مش زياده عن اللزوم، هي فعلا مناسبه. اكتر واحد بيعجبني هو كوينت، حته ان هو كل مره بيظهر بشخصيه، ولازم اللي هو ايه، مره مثلا يطلع بني ادم عادي، مره طباخ، مره حرامي، مره اسمه ايه تاجر بيشتغل كل حاجه، ولازم يقعد يفخم في نفسه كده، يقعد يقول لك انا كوينت اقوى واسرع واجمد وافجر وكل حاجه. فكان دمه خفيف جدا بصراحه. يعني اكبر مثال على العبثيه اللي كانت في المسلسل في الحلقه اللي راحوا فيها اسبانيا واتفقوا ان هم يعملوا تمثيليه ان بومبا تور وتيمون هو الماتادور، يعني ويعملوا شو علشان يجيبوا اهتمام الناس. بس التور الحقيقي بيجي وهيكون خلاص ايه داخل علشان يضربهم هما الاتنين، فوهو داخل عليهم فجأة مثلا يقلب على عربية اللي هي بتاعت السباقات، بعد كده تقلب عربية نقل، بعد كده يقلب قطر، بعد كده يقلب صاروخ بقى. فاهم اللي هو المشهد جامد جدا.
بيضحكني قوي كل ما اشوفه بصراحه. فطبعا ايجابيات المسلسل بشكل مختصر كده اكيد الدوبلاج اللي هو نقل المسلسل او حافظ على الحلاوه اللي هو كان فيها بالانجليزي بشكل كويس جدا، وركبت بطريقه ممتازه في العربي. ودي الفكره، انك لازم اي مسلسل يكون فيه طابع كوميدي في اغلب الحاجات يكون مصري، لان احنا اللهجه بتاعتنا بيبقى فيها هزار كتير وبتبقى شبه الامريكان في شويه مصطلحات، مش حرفيا شبهها لكن بيبقى ممكن تترجم بشكل احسن. يعني بطريق مدغشقر جامد جدا لان هو ترجم بالمصري بشكل حلو، وهي الفصحى بتليق مع الحاجات اللي نبراتها جد، او على الاقل لو انت بتعمل حاجه مثلا فيها جد وهزار في نفس الوقت زي سلاحف النينجا 2012، فانت تاخد مثلا الاسلوب بتاع الدوبلاج اللي هو اغلب الكلام فصحى وفجاه تقول كام كلمه مصري في النص، زي ما اتعامل مع اغلب افلام دريم ووركس، بوسن بوتس، لاست ويش، والفيلم بتاع بطريق مدغشقر. بس ده موضوع تاني، الفيديو تاني ممكن نتكلم على الدوبلاج نفسه باستفاضه، لان انا عندي كلام كتير قوي عايز اقوله على حاجات في الدوبلاج، بس يعني مش عارف اقوله امتى بصراحه. بس قول لي في التعليقات لو انت مهتم تسمع مني كلام في نقطه زي دي. فنرجع لموضوعنا، الدوبلاج كان ميزه كبيره جدا، وبرده الهزليه وحلاوه الاحداث اللي هي مش منطقيه تماما، وفي نفس الوقت من غير ما يكون عبيط اللي هو دمه تقيل. ما انت بص، يعني عشان تبقى بتضحك لازم تكون هزلي، لا اصل انت لو هتضحي بالواقعيه بتاعت المسلسل عشان يكون هزلي لازم يكون بيضحك قوي، يا اما هيبقى وحش من الاخر. يعني زي مسلسل الزباله اللي هو عم جده ده، اللي هو يعني هزلي زياده عن اللزوم وفي نفس الوقت ما بيضحكش ومجرد تشوه كده. طيب ندخل على السلبيات، واللي هي بصراحه قليله لكن برضو يعني ممكن نقولها. اولا الانيميشن ضعيف بشكل كبير جدا، تحس ان هو بدائي في اغلب الوقت. لو جيت مثلا قارنته بالانيميشن بتاع لاين كينج نفسه هتلاقي في فرق رهيب جدا طبعا لصالح لاين كينج، وانا مش بلومهم عليه لان انا فاهم ان ده مسلسل انتاجه هيكون اقل. يعني مثلا تشوف اي فيلم لسلاحف النينجا اللي هو مثلا ميوت ميهم ده اخر فيلم، وشوف مسلسل 12 بغض النظر ديزاينات مختلفه لكن الميزانيه باينه انها اتصرفت، او فيلم تيرتلز فور ايفر بتاع السلاحف برضو مسلسل 2003 نفسه، يعني هتشوف فيه فرق في الانيميشن اعلى بكتير قوي للفيلم، وده عشان الميزانيه طبعا. انا عارف ان كل امثلتي ليها علاقه بسلاحف النينجا بس عديها لي، انا راجل بحب السلاحف قوي انت عارفني يعني. فالانيميشن كان ضعيف بصراحه في المسلسل. وبرده السلبيه التانية بقى هي فكره ان هنيدي اتغير في النص، علشان طبعا ما اعرفش ليه بصراحه، هو اتغير وخلاص وجابوا مكانه علاء مرسي، واللي في ناس بتحبه وانا متفاهم ان هو يعني في ناس بتشوفه للدور، لكن انت خلاص اتعودت على نفس الشخصيه هي اللي بيعمله بإفهاته بطريقته، اي شخصيه تانية مش هتركب وساعتها هيكون دمها تقيل. اللي هو على سبيل المثال تخيل مثلا تسمع شريدر في 2012 يكون عامله مثلا هشام الشاذلي مش محمد الشرشابي، رغم ان هشام الشاذلي كويس لكن محمد الشرشابي هو انت خلاص اتعودت انك تسمع صوته كده. بالمناسبه محمد الشرشابي كان موجود في مسلسل تيمون وبومبا بس اصوات اضافيه اللي هي شخصيات جانبيه. يوه مش عارف ليه كل تشبيهاتي من سلاحف النينجا، ما علينا. عامه المسلسل عظيم والسلبيات اللي فيه قليله بصراحه، هي بس كانت نقطتين كده هما مش احسن حاجة، لكن عموما هي حاجة مسلية نظيفة جميلة جدا. ولو مثلا هنديله تقييم فهو بصراحة 10 من 10، وكان دمه خفيف جدا. وخسارة انه ما اتعملش مواسم اكتر من كده رغم ان عدد الحلقات كتير، لكن ده لو كان كمل شوية كان هيبقى احلى بكتير. بس انا فاهم ان اكيد طبعا هنيدي يتشغل بعدها، انا بتكلم على الدبلجة، فهو يعني ما كانش هيطلع احسن حاجة في الدبلاج نفسه، لكن ستيل المسلسل عظيم جدا. فانا عايزك تقولي رأيك في التعليقات، هل انت من عشاق المسلسل ده؟ هل شايف ان هو كان بايخ او سخيف او هزلي زيادة عن اللزوم؟ قولي رأيك، وهل انت شايف هنيدي احسن ولا علاء مرسي في الدور؟ مهتم اسمع رأيك جدا. وانا خلاص خلصت كلامي، يا ريت لايك واشتراك لو عجبك الفيديو والكلام اللي قلناه، وشكرا لو كملت الفيديو لحد هنا، وبس سلام. هم 4 سلاحف وأبطال يحاربون شر ليل نهار، ينقذوننا من الأشرار، يأكلون البيتزا باستمرار. مهما كانت التحديات لن توقفهم المشكلات، سيفعلون ما بالإمكان ليقضوا على الشر في كل مكان.